نيمار يغادر الهلال نهائياً. الصفقة تمت بنسبة 100%. صدام بين نيمار والهلال بسبب الرواتب. الانتقال إلى سانتوس مسألة وقت. موهبة البرازيل يمنح الضوء الأخضر للهلال. صفقة الزعيم تحسم 100%. الهلال يهدد ريال مدريد بخطف نجمة الساحر رفقة محمد صلاح. صفقات الزعيم التاريخية تقترب. يستمر الحديث بشأن مستقبل البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي الهلال، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية. الهلال يمهد للإعلان عن رحيل نيمار بشكل رسمي، وأشارت التقارير البرازيلية الأخيرة إلى أن نيمار قد أتم اتفاقه مع نادي سانتوس البرازيلي من أجل الانتقال له في الشتوية. الصفقة تمت يوم السبت الماضي، وسيوقع نيمار لمدة 6 أشهر مع سانتوس من أجل المشاركة بشكل منتظم. اللاعب يعود إلى نادي الطفولة ويرفض الاستمرار كلاعب متاح للهلال في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ورفض الهلال تسجيل نيمار وإبعاد أحد الأجانب الحاليين خلال الفترة الشتوية بعد تراجع مستوى اللاعب بسبب إصاباته المتكررة. يدخل البرازيلي نيمار جونيور في صدام مع إدارة نادي الهلال السعودي بعد اتخاذه قراراً بالانتقال إلى نادي سانتوس البرازيلي لنهاية الموسم الجاري. نيمار يرفض التنازل عن رواتبه لنادي الهلال، وحسب صحيفة جلوبو البرتغالية يرفض نيمار التنازل عن رواتبه المتبقية مع نادي الهلال لنهاية الموسم الجاري. ويمتلك نيمار رواتب متبقية بقيمة 65 مليون يورو، حيث يرفض البرازيلي التنازل عنها قبل الانتقال إلى صفوف سانتوس. اللاعب يعود إلى نادي الطفولة ويرفض الاستمرار كلاعب متاح للهلال في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ورفض الهلال تسجيل نيمار وإبعاد أحد الأجانب الحاليين خلال الفترة الشتوية بعد تراجع مستوى اللاعب بسبب إصاباته المتكررة. تتواصل المتابعة والتطورات بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويستهدف مسؤولو نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري ضم صفقات عديدة لتدعيم صفوف الفريق، حيث تستهدف الإدارة موهبة برازيلية شابة في الدوري البرتغالي سطع نجمه مع نادي فيتوريا جيماريش، وهو البرازيلي كايو سيزارو. وأشارت التقارير الصحفية البرتغالية صباح اليوم الأحد أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس لمقابلة بعض مسؤولي النادي البرتغالي لحسم الصفقة. سيزار يمنح الضوء الأخضر. ذكرت صحيفة الرياضية بأن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كايو سيزار، حيث تتبقى إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة مع ناديه قبل إتمام التوقيع في فور سيزون باريس خلال 48 ساعة المقبلة. ويبلغ كايو سيزارو 20 عاماً وينشط في مركز الجناح الأيمن، وكان يلعب سابقاً لنادي كورتيبا البرازيلي، وتبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو. وتابع التقرير بأنه لم تسرع الإدارة خطواتها في التعاقد مع كايو سيزار في ظل تواجد رئيس الهلال فهد بن نافل في باريس حالياً لحسم صفقة لاعب المواليد الأجنبي. كشف تقرير صحفي إنجليزي عن مخطط إدارة نادي الهلال من أجل تدعيم صفوف فريق كرة القدم استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. ويبر اسم المصري محمد صلاح كأبرز النجوم القادمين لتدعيم صفوف الهلال قبل مشاركة الفريق بمونديال الأندية، حيث يقع الزعيم مع كل من ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج وباتشوكا المكسيكي. وذكرت صحيفة تيم توك بأن نادي الهلال يتطلع إلى التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول ورودريجو نجم ريال مدريد من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار جونيور، والذي بات وشيكا إثر الحديث عن مفاوضات بعض الأندية أبرزها سانتوس وشيكاغو الأمريكي. ويلعب رودريجو دوراً كبيراً في خطة هجوم الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، حيث ساهم بصناعة هدف اليوم في رباعية ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها رودريجو بالانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن موقف النجم البرازيلي لم يكن واضحاً بشأن هذه النقطة في أوقات سابقة. ويتصدر نادي الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، ويأتي الاتحاد خلفه بنفس الرصيد بأفضلية الزعيم في المواجهات المباشرة.